السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ملالي. في بعض الأخوان طلبوا مني أني أعمل حلقة عن الملاحدة أو أني أرد على الملاحدة، وأنا صراحة ما أبي أتشتت، أكون معكم صريح. ملل الشيعة والملاحدة وإيران وحزب الله وبشار والعراق يعني وش يخلصها هذه. فقلت لي ما أسوي حلقة يعني أضرب فيها عصفورين بحجر واحد. أولا نسوي حلقة نبين فيها عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت توضح للملاحدة يعني عظمة هذا الخالق سبحانه، بحيث أنهم يتفكرون في خلقه سبحانه. إحنا نبغى نتأمل مع بعض من نكون نحن. تخيل معي أنت الآن تسكن في بيتك، تخيل بيتك هذا مقارنة بحارتك. طيب الحارة أو الحي اللي أنت فيه إيش راح يكون مقارنة بالمدينة ككل؟ طيب المدينة هذه ككل إيش راح تكون مقارنة بالدولة ككل؟ الدولة هذه اللي أنت تسكن فيها إيش راح تكون ما بين مجموعة دول نفترض عربية؟ إيش راح تكون؟ طيب مجموعة الدول العربية هذه إيش راح تكون مقارنة بآسيا وأفريقيا؟ ولا شيء صراحة. يعني أنت تخيلك تكون هنا وآسيا وأفريقيا وأوروبا كلها تمدد، يعني أنت مكانك هنا إيش؟ يعني داخل هالبيت هذا بالحارة بالحي بالدولة هذه ولا حاجة. إذا أنت يعني مقارنة بالحجم أنت تعتبر لا شيء حقيقة. إيش موقعك من الكرة الأرضية ككل بمحيطاتها ببحارها بأنهارها باليابسة؟ أنت إيش موقعك هنا في الكرة الأرضية؟ يعني أنت لو دخلت إلى جوجل إيرث وحطيت على يعني بيتكم وبديت ترجع شوي 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 بجوجل إيرث، راح تشوف قدامك أن أنت ولا شيء. طيب إيش راح تكون أنت بالنسبة لمجموعة الكواكب الموجودة حول الأرض في مجموعتنا الشمسية؟ أنت إيش موقعك من المشتري أو من الشمس؟ المشتري أكبر من الأرض ب 1316 مرة، والشمس أكبر من الأرض ب1,300,000 مرة، يعني أكبر من المشتري ب1000 مرة. طيب أنت يا المسكين اللي بجنب الشمس إيش تساوي؟ أنت اللي داخل بيتك وداخل حارتك وداخل حيك إيش تكون؟ شوف الشمس الآن على عظمتها هذه في مجموعتنا الشمسية، نخرج منها نروح نشوف كواكب أخرى، إيش تكون الشمس مقارنة بالكواكب الأخرى؟ لاحظ بأنك أنت لا تساوي شيء. لو قلنا أنك تساوي الأرض كلها، أنت ما تساوي الأرض كلها، أنت تساوي جزء بسيط لا يذكر بالأرض، لا يذكر. تخيل أنك أنت بيقارنك مع هذه المجموعات الشمسية والكواكب الأخرى. وخلونا نتوقف شوية عند الشمس. لو نبي نروح إحنا من الأرض إلى الشمس ونبي نركب طيارة مدنية من الطيارات هذه اللي إحنا نروح بها يعني نسافر فيها، لو نبي نروح بالطيارة اللي تمشي 1000 كيلومتر في الساعة ونبي نطير من الأرض إلى الشمس، نحتاج أن نقطع 150 مليون كيلومتر علشان نوصل للشمس. تدري هذا إيش يعادل؟ يعادل 150 ألف ساعة طيران، بمعنى يساوي 209 شهور، يعني 6250 يوم، يعني 17 سنة بس ذهاب، ما في عودة، احنا نتكلم بس ذهاب. 17 سنة عشان بس تروح للشمس. شفت عظمة الخالق سبحانه كيف؟ يعني لك انك تتخيل ان هذا النجم العظيم اللي بجنبنا احنا قاعدين نشوفه، ما احنا قاعدين نوصله بالطريقه السهله مع تقدم التكنولوجيا والى اخره. طيب الله سبحانه وتعالى هل خلق فقط الشمس بهذه العظمه؟ ابدا، خلق كواكب ونجوم اخرى. تخيل هذه الشمس العظيمه اللي احنا ما نقدر نروح لها، اللي اكبر من حجم كوكبنا الارض بمليون مره، تعطيك الدفء، تعطيك الطاقه والى اخره. الآن نبي نطلع من الشمس، نبي نروح إلى نجوم أخرى. وخلونا نعرف أولاً علشان ندخل في الجو وندخل في خط التأمل، نبي نعرف إيش معنى المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية هي مجموعة كواكب زائد الشمس تسمى مجموعة شمسية، 9 كواكب مع الشمس، الشمس نجم، فهذه المجموعة تسمى مجموعة شمسية. طيب إحنا نبي نطلع من هذه المجموعة الشمسية اللي هي الأرض والمشتري وعطارد والشمس، نبي نطلع من الكواكب والنجم، نبي نروح إلى أقرب نجم لنا بعد المجموعة. قلنا هذه نبي نروح الواحد قريب مننا، وإحنا نبي نحسب لكم
لكم حسبة السنة الضوئية في الحلقة، يعني كل ما أقول لكم سنة ضوئية فإيش معناته؟ معناته مصدر انطلاق الضوء إلى أن يصل إلى يعني منتهى. بمعنى شوف الآن سرعة وصول الضوء إلى مكاني أو إلى يدي، هذه السرعة تعادل في الثانية الواحدة 300 ألف كيلو متر في الثانية. تخيل هذه السرعة. فلما نقول لك يعني سرعة ضوئية فمعناته احنا نقصد هذه السرعة، فلما تسمع بالمصطلح هذا. طيب الآن نبي نروح إلى أقرب نجم موجود لنا خارج المجموعة الشمسية اللي احنا تكلمنا عنها التسعة. تدري كم يعني مطلوب منا ان احنا نسافر فيه مقياسا على السرعة اللي شفناها قبل شوي، سرعة الضوء؟ 4 سنين ضوئية، يعني بمعدل هذه السرعة. تخيل 4 سنين. طيب لو نبي نطلع بطياراتنا، هالطيارات المدنية اللي احنا نسافر فيها من دولة لدولة، كم نستغرق من الوقت؟ طبعا الطيران نتكلم عنه متواصل، يعني ما هو منقطع، مو توقف وتعبي يعني على قولتهم نفط وكذا وبترول وبعدين تكمل، لا متواصلة بطريقها. فإنك تستغرق 199 ألف سنة علشان توصل إلى ذلك النجم. يعني أنت محتاج إلى أنك تقطع 10,000 مليار كيلو متر. احنا نعيش في مجرة درب التبانة او بالانجليزي ميلكي واي، او يسمونها البعض مجرة درب اللبانة. هذه المجرة تخيلوا فيها 300 مليار نجم، 300 مليار نجم. تخيلوا في نجم واحد من هذه النجوم اسمه النجم الازرق. هذا النجم الازرق حجمه ضعف حجم الشمس ب 2100 مرة. احنا المساحة اللي دائما نحسب عليها الاراضي والبيوت هي كيلو متر مربع، يعني الارض اللي انت تسكن فيها او البيت اللي انت تسكن فيه او المزرعة تحسب بكيلو متر مربع. فاحنا نبي نحسب طيب هذه المجرة الكبيرة العملاقة الضخمة تقريبا علميا كم الرقم اللي توصلوا له؟ يقال تقريبا ان حجمها 384 تريليون و109 مليار و645 مليون كيلو متر مربع. يا الله يا لطيف، هذه فقط مجرة واحدة. طيب المجرة هذه العملاقة الضخمة اللي احنا قاعدين نشوفها الآن أمامنا، طب هل هي ضخمة فعلا وعملاقة؟ في الواقع لا، ليست ضخمة وليست عملاقة. ليه؟ لأن العلم الآن اكتشف أكثر من 100 مليار مجرة مشابهة لهذه المجرة، فتكون هذه المجرة تافهة لا شيء مقارنة بالمجرات الأخرى. هذه 100 مليار مجرة آخر ما استطاعت أن ترصد التلسكوبات التي تستخدم للعلم وإلى آخره والاكتشافات العلمية. بس في سؤال هنا، هذه المجرات 100 مليار مجرة إيش تعادل يعني مقارنة بالمجرات التي لم تكتشف إلى الآن؟ وهذا الكوكب الأرض اللي احنا عايشين فيه الآن، سؤال هنا يعني كبير لابد أن نجاوب عليه. ماذا يمثل مقارنة في المجرات والكواكب والنجوم الأخرى التي يعني لا زال العلم يبحث عنها والتي ذكرناها؟ طيب المجرات الأخرى والأخرى احنا إيش؟ أنت من تكون؟ أنا من أكون مقارنة بهذا الكون الضخم؟ تأملنا كلام الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. احنا تأملنا هذه الآية تدبرناها. طيب ايش معنى كلام الله وإنا لموسعون؟ هل تتوقع أن العلم اكتشف كل شيء؟ لا أبدا، الله سبحانه وتعالى خلقه يتوسع، فالله سبحانه وتعالى يقول لموسعون.
الكلام اللي سمعتوه هذا كله عن مجرات وكواكب ونجوم، هذا كله في السماء الدنيا. طيب كم في سماء؟ السماء 7 سماوات كما هو مذكور بالقرآن الكريم. طيب في سؤال هنا، طيب احنا الآن ايش موقعنا من هالمجرات والكواكب؟ ايش موقعنا من السماوات هذه؟ ولا شيء. طيب في سؤال، ايش موقع هالسماوات هذه مقارنة بكرسي الرحمن سبحانه وتعالى؟ هناك حديث نبوي شريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا فيه عن حجم السماوات مقارنة بحجم كرسي الرحمن سبحانه وتعالى. طبعا هذا الحديث عظيم، فعلا عظيم ومخيف جدا. يعني شوف احنا ايش موقفنا من هذه المجرات والنجوم، شوف مقارنة هذه المجرات والنجوم بكرسي الرحمن سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاه بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. يا الله، لك أنك تتخيل حجم كرسي الرحمن سبحانه. احنا ما قدرنا نتخيل المجرات الأخرى اللي هي أكبر من مجراتنا، فكيف نتخيل عرش الرحمن سبحانه؟ وهل تأملنا كلام الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى؟ بل أنا لا أبسط من ذلك، القرآن الكريم كله تأملات. لكن هل تأملنا كلمة دائما نرددها في كل صلاة: الله أكبر؟ أكبر من من؟ أكبر من هذه الأفلاك، أكبر من هذه النجوم، أكبر من الكواكب، أكبر من السماوات، أكبر من الكرسي، أكبر من الجبابرة، أكبر من الطغاة، أكبر منك يا بشار الأسد، يا خامنئي، يا حسن نصر الله، يا أوباما، يا كل عظماء الدنيا اللي تعتقدون بأنكم عظماء. الله سبحانه وتعالى أكبر منكم. من أنتم مقارنة بهذه الأفلاك والكواكب والنجوم؟ من أنتم؟ لا شيء. لكن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. وهل تدبرت كلامك في الصلاة حينما تقول سبحان ربي الأعلى؟ أعلى ممن؟ أعلى من كل شيء سبحانه. وهل استوعبت قولك سبحان ربي العظيم الذي تقولها في كل ركوع تركع فيه للصلاة؟ أعظم ممن؟ أعظم من كل شيء سبحانه. فسبحان الله الملك القدوس السلام، لا إله إلا هو. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا تعتقد أنك بمعصيتك هذه ستذهب من عين الله التي تراك، لا، الله سبحانه وتعالى يراك أينما كنت. فلا تعتقد بأنك ستهرب يوم الحساب تقول ممكن الله غفل عن معصيتي. لا، أعوذ بالله، الله لا يغفل. الله يراك حينما تفعل معصية ويراك حينما تذهب من معصيتك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هل تأملت معي عزيز المشاهد القرآن الكريم؟ تأملت معي قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه؟ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، شفتوا هذه العظمة والقوة لهذا الكون؟ هذا كله بالنهاية الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم عنه: والسماوات مطويات بيمينه. هذا بعض من عظمة الخالق سبحانه وتعالى. يأتي البعض الآن ويتطاول على مقام الله سبحانه وتعالى ويذكر مثل هذه الأمور. احنا عندما ندخل، عندما ندعو، عندما نطلب حاجاتنا الشخصية والاجتماعية بهذه النظرة، يعني أنت دا تدخل على إمام بيده الكون وبيده كل شيء
وإذا قال للشيء كن يكون. هذا يقول هذا توحيد، يا علي هذا شرك. لا، يا الله بلا يا علي شرك. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. يا حسين انت شريف، يا حسين انت نظيف، يا حسين انت كبير، اكبر من الله واكبر بالصلاة. لو تجيب لي جبار السماوات هسه ابكيك يا، لو تجيب لي جبار السماوات هسه ابكيك يا. تلوموني الآن لما أرد على ملال الشيعة؟ تلوموني أتكلم عن عظمة الخالق سبحانه، وهذا يجي ويتطاول عليه ويضع البشر مقارنة بالخالق سبحانه وتعالى. من يكونون هؤلاء البشر؟ بشر مثلنا، فتخيل أنهم يضعونهم بمقام الله والعياذ بالله. فأحد يلومني بالله عليكم لما أرد على هؤلاء الملالي. في نهاية الحلقة أعزائي المشاهدين لا تنسوا أن اعملوا لايك، اشتركوا في القناة، وأيضا انشروا هذه الحلقة. وأتمنى أن فعلا أن هذه الحلقة بالذات تنتشر، لأنها تتكلم عن عظمة الرب سبحانه وتعالى، وقليل ما نجد في إعلامنا العربي ما نتكلم عن مثل هذه الأمور. فأتمنى أنكم لا تحرمون إخوانكم من الأجر، أجر مشاهدة مثل هذه المقاطع. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.